وبيروحوا للوزارة وهم في الطريق محمد بياخد بنطلون من شوقي صاحبه وقميص من حماه، وبتحصل مفارقات في الطريق وبيسيبوا شوقي في النص مع ناس عملوا معاهم حادثة، وبياخدوا العربية هم وبيطلعوا على الوزارة. لكن بيطلع ان ده مش مبنى الوزارة، ده طلع المبنى القديم، لان الوزارة دلوقتي اتنقلت للعاصمة الإدارية الجديدة. وساعتها بيقدر الأستاذ سعيد انه يأجل لهم الميعاد نص ساعة كمان، وبيطلعوا على العاصمة الإدارية الجديدة وبيوصلوا للمبنى بتاع وزارة التضامن. بيطلعوا لمكتب الوزير، لكن مدير مكتبه بيبلغهم ان الوزير خلاص مجهز عربيته ونازل، لان خلاص ميعاد طيارته قرب. وبيتصل الوزير بمدير مكتبه يبلغه ان سفريته اتلغت، وده بيكون شيء غريب جدا، لكن ده بيكون في صالح محمد وشروق اللي بيدخلوا يقابلوا الوزير وبيحكوا له على كل المشاكل اللي قابلتهم، وبيعرض عليهم انه يساعدهم بلبن اطفال للاطفال السبعة وبامبرز وما غريب، يعني تقريبا هيوفر لهم حوالي 20,000 جنيه كل شهر. وبيعرض على محمد وشروق شغل في الوزارة، وانه هيستخدمهم كواجهة اعلانية لاعلانات الوزارة اللي بتتكلم عن امور تخص تنظيم الاسره. وطبعا اخيرا محمد وشروق الدنيا بتضحك لهم، وبيطلع قرار وزاري بكل الكلام اللي اتفق معاهم عليه، وبيكون خلاص بيراجع الورقه علشان يمضيها. ومن تاني يوم كل القرارات دي هتكون نافذه بقوة القانون، ومش محتاجين يجروا ولا يتعبوا في اجراءات تاني خلاص. لكن فجأة التليفون بيرن والوزير بيرد، وبتظهر عليه علامات الحزن، وبيقوم يلم حاجته وبيمشي من المكتب قدام ذهول من محمد وشروق اللي بيقولوا له طب امضي على الورقة طيب وامشي. لكن بيطلعوا من الوزارة زي ما دخلوا، لأن الوزير خلاص اتشال في التعديل الوزاري اللي حصل دلوقتي، وما يقدرش يطلع أي قرار خلاص. وبيطلعوا من الوزارة وهم بيضحكوا، والحياة بتخبط فيهم تاني ومش عارفين هيعملوا ايه، لكن خلاص فقدوا الأمل في كل حاجة. وفي الوقت ده بنشوف النجم أحمد مكي وهو رايح يعمل لقاء مع المذيعة هدى الأيوبي اللي عملت اللقاء قبل كده مع محمد وشروق. وطبعا بينتظر في غرفة الضيوف وبياخد مجلة عشان يقراها، وبيشوف تحتها الرواية بتاعت محمد وبيبدأ يقرأ فيها، وواضح إنها عجباه. لكن الجميل في المسلسل ده